النهارده هنعمل طاجن السجق ده. هو سهل جدا ومش صعب، واكله جميله جدا. هنجربها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ تعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهارده حاجه جميله كده، السجق. طبعا انا كنت عملت معاكم السجق في البيت قبل كده اهو، بس انا استغليته وعملته في البيت. فاضل دول، فانا جبت عليهم من عند الجزار نص كيلو ايه سجقتين، لكن ده اللي انا عاملاه. تمام، هنقطعه بس مع بعض، بس بعد ما نقطع الايه الخضار. عندنا هنا كمان صلصه اللي هي كنا عاملينها برضو مع بعضينا، هبقى اسيب لكم الرابط تحت. وعندنا هنا التوابل دي مستكه، وعندنا هنا كمان ملح. هنا عندنا روزميري وورق لورا وحبهان ومستكه، كله مطحون على بعضه، وزر ورد. عندنا هنا اللومي مفروم، بودرة بصل وبودرة ثوم. عندنا سماق، بابريكا، دي شوية زعتر، شوية كمون، شوية فلفل اسود. تمام، ادي التوابل. عندنا خضار، بصل وجزر وفلفل وطماطمتين. والبصل انا عندي واحده بيضه وواحده حمراء، اللي يعجبك انت اعملي اللي انت ايه يريحك. هنبتدي نقطع الخضار مع بعضيه. كده احنا خلصنا الخضار قطعناه. هنروح على البوتاجاز بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنا كده على البوتاجاز اهو، شايفينه. حطينا شويه زيت، هنحط البصل. شوح البصل بس شويه. هنحط فص المستكه اهو. احنا مش عايزين البصل اللي يحمر، احنا عايزينه بس يطرى.
هنا البصل تري، هنحط معلقه الجنزبيل وعليها الثوم اللي احنا فرمينه مع بعض. هبقى اسيب لكم برده الرابط تحت اهي. اول ما تطلع ريحه الثوم والجنزبيل هنحط السجق على طول. الجنزبيل ريحته طلعت. انا قطعت السجق اهو زي ما انتم شايفين. هنحطه كل السجق بتاعنا. نبتدي نشوحه. اللي بيبرحه عشان ما يفكش، هو لسه طري. لكن خلي النار عاليه اهو. شايفين يلم بقى على بعضه ازاي. هنبتدي نحط التوابل كلها على بعضها ازاي. هنحط نص الخضار بس دلوقتي عشان بس يتطعم معايا، والنص التاني لما يقرب على السوا. خلاص كده هنحط الصلصه بتاعتنا اهي. هنحط لها شويه ميه كمان. هنسيبه بقى لما يستوي ويتسبك مع بعضه، وبعدين نبقى نشوفه هيبقى شكله عامل ازاي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا. لو وصلتوا معايا لغايه المرحله دي متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. اشوفكم بقى لما طبق السجق ده يستوي يبقى زي الفل، ونشوف هنكمله ازاي. هنا هو خلاص قرب يستوي 80%. هنحط بقيه الخضار بتاعنا عشان ايه يكمل السوا معانا. ونقلبهم ونسيبه زي 10 دقايق كمان عشان الخضار ده ايه يستوي بقى معايا ويبقى كله داخل في بعض. مش هقول لكم على ريحته، والله جميل جدا، وان شاء الله تجربوه يعجبكم قوي. هنخلصه بعد كده نحطه في طاجن وندخله تحت الشوايه عشان يطلع شكله جميل ويفتح النفس. حطيه في الطاجن بتاعك او في الصينيه، انت حره، شوفي انت عايزه تحطيه في ايه. ندخله الفرن وما يخرج هوريهولكم شكله عامل ازاي. طاجن السجق اهو خرج من الفرن. ان شاء الله يا رب يعجبكم. لو اول مره تخشوا قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير. بألف هنا وشفا، مع ألف سلامه، وشكرا على المشاهده.